السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر، حوادث اليوم، على رأسهم أفشى كيف سقط مستريح الرخام في دوامة البلاغات بالقاهرة الجديدة بسبب المخدرات، الإعدام لعامل أنهى حياة والده وأصاب والدته بالفيوم. كواليس محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة غسيل الأموال. قوات الحماية الميدانية بالغربية تسيطر على حريق هائل بمنزل سكني. تأجيل محاكمة دوما في تهمة نشر أخبار. حبس 3 تجار مخدرات بعد تضرر إحدى السيدات منهم بالإسماعيلية. حبس المتهم بالتحرش بأطفال بمنطقة الشروق بالقاهرة. النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي أحد المعلمات بالضرب على تلميذ بسوهاج. تحت تأثير الكحوليات حبس عامل خردة هشم زجاج سيارة مالك مركز صيانة. القبض على ميكانيكي تعدى على سيدة بالقاهرة بسبب ركنة دراجة نارية. القبض على طرفي مشاجرة ببدر. حبس 3 أشخاص اتهموهم بإطلاق أعيرة ألعاب نارية. حبس مدير مخزن لتجارة المواد الغذائية ببيع توابل مجهولة المصدر. حبس 4 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية لتعاطي المخدرات. إخماد حريق اندلع بشركة في الشيخ زايد وإجراء عملية التبريد. 20 مايو الحكم على 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر بقضية العمى الجماعي. الإدارة العليا والمحكمة التأديبية لا تتقيد بوصف الاتهام ضد الموظف ويجوز تعديلها. تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في عمه بالمنوفية. إليكم التفاصيل. على رأسهم أفشى كيف سقط مستريح الرخام في دوامة البلاغات بالقاهرة الجديدة. تفاصيل. في الوقت التي ظن فيه بعض ضحايا أن أموالهم ذهبت بالعودة، فتحت بلاغات جديدة فصلا آخر في قضية المتهم ميمحة المعروف إعلاميا بمستريح الرخام بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين، على رأسهم أفشى لاعب النادي الأهلي بزعم توظيفه واستثماره في تجارة الرخام مقابل أرباح مغرية لم تتحقق. والبداية جاءت مع تقديم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية جديدة حملت أرقام 1732 لسنة 2026 جنح عين شمس، 21637 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، أكدوا فيها تعرضهم لعمليات نصب بعدما سلموا المتهم مبالغ مالية على وعد بالدخول في مشروعات تجارية واستثمارية قبل أن يكتشفوا اختفاء الأموال وتبخر الوعود بسبب المخدرات. الإعدام لعامل ينهي حياة والده وإصابة والدته بالفيوم. قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الفيوم اليوم بمعاقبة عامل بالإعدام شنقل لقيامه بقتل والده وإصابة والدته بسبب رفضهما إعطائه مال لشراء مواد مخدرة بمركز سنوروس. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام خليل إبراهيم الرئيس بالمحكمة، ومصطفى محمد فؤاد نائب رئيس المحكمة، وحضور عبد الله المغربي وكيل النائب العام، وأمانة سر مدحت محمد. وتعود وقائع القضية رقم 7622 سنة 2025 جناية مركز نوروز محافظة الفيوم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بمقتل رجب عين قف 66 عام وإصابة زوجته هدى ألف على يد نجلهما صلاح 36 عام عامل. كواليس محاكمة البلوجر
هدير عبد الرازق في تهمة غسيل الأموال. قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل أول جلسات محاكمة هدير عبد الرازق المتهمة في قضية غسيل الأموال إلى جلسة 24 مايو المقبل، وذلك لاستكمال نظر الدعوة والاطلاع على ما قدمه الدفاع من مستندات ومذكرات قانونية. وتواجه هدير عبد الرازق اتهامات تتعلق بإخفاء وتمويه مصادر أموال يشتبه في كونها متحصلة من أنشطة غير مشروعة، وهي الاتهامات التي دفعت جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات تحفظية سابقة، من بينها التحفظ على بعض الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية لغاية انتهاء التحقيقات والفصل القضائي النهائي. قوات الحماية الميدانية بالغربية تسيطر على حريق هائل بمنزل سكني. تمكنت قوات الحماية الميدانية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بأحد الشقق السكانية بمنزل بشارع 23 يوليو بمركز مدينة بيسون تحرير محضر بالواقعة، واختارت النيابة العامة للتحقيق. تفاصيل الحادث تعود أحداث الواقعة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية اختارا من مأمور مركز شرطة بيسون يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال نار بأحد الشقق السكانية بنطاق دائرة المركز. تحرك أمني عاجل، كما انتقلت القيادة الأمنية قوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وقوف على آخر تطوراتها، كما تم دفع 3 سيارات مطافي سعيا في إخماد نيران الحريق قبل امتدادها للمنزل المجاور، والأمر الذي نتج عن حدوث ماس كهربائي مفاجئ. حبس 3 تجار مخدرات بعد تضرر إحدى السيدات منهم بالإسماعيلية. قررت جهة التحقيق المختصة حبس 3 تجار مخدرات تضرر إحدى السيدات منهم، جاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد السيدات من قيام أحد الأشخاص ترويج المواد المخدرة بالإسماعيلية. بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 3 أشخاص لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بالإسماعيلية بحوزتهم كمية لمخدر الحشيش والبودرة، فرد خرطوش ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومواجهتهم اعترفوا أحدهم بحيازته من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضاف الآخرين بتحصيلهم على المواد المخدرة حيازتهم منها بقصد التعاطي. القبض على ميكانيكي تعدى على سيدة بالقاهرة. كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتعدي على سيدة بالسب بالقاهرة. وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لقسم شرطة الساحل من سيدة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من أحد الأشخاص لضربها على التعدي عليها بالسب بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، وأمكن ضبط المشكو في حقه ميكانيكي له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، جاء اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره من 3 أشهر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. تولت النيابة العامة التحقيقات. حبس 3 أشخاص اتهامهم بإطلاق أعيرة ألعاب نارية. قررت جهات التحقيقات المختصة حبس 3 أشخاص لاتهامهم بإطلاق أعيرة ألعاب نارية. وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة وألعاب نارية ابتهاجا بحفر زفاف أحد ذويهم بالقليوبية. بالفحص أمكن تحديد وضبط مطلقي الأعيرة والألعاب والأعيرة النارية الظاهرين بمقطع الفيديو 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أول عبور بحوزتهم 2 طبنجة محدث صوت، مواجهتهم
اعترفوا بارتكاب الواقعة ابتهاجا بحفل زفاف نجل أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.